تلقى ثلث ضربة جزاء نعم. مع حارس كرواتيا. هذا إنجاز عظيم. الفرحة ليست فقط في العاصمة القطرية الدوحة، وإنما الفرحة المغربية في جميع المدن هناك، في الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، مكناس، أكادير، طنجة، الورزازات. لما لا؟ والمنتخب المغربي إذن يحقق إنجاز ولا أحلى ولا أروع أيضا لامتياز 10 الأفعال بطبيعة الحال هنا في أمستردام بلدي أمستردام. عبد الإله عفيري يرصد لنا ردود الأفعال الجالية المغربية هناك بعد هذا التأهل التاريخي. عبد الإله. أجواء أكثر من رائعة ككل البلاد العربية والمدن المغربية بطبيعة الحال هنا في أمستردام. ويعني كانت دقات القلب كلهم جميعا كانوا يعني يعيشون في لحظات ممتعة ولكن لحظات صعبة في نفس الوقت بعد صافرة الحكم بعد ركلة الجزاء الأخيرة. خلق في اسبانيا، تربى في اسبانيا وغلب المغرب. فيفا المغرب. غادي ترجع لقطر ان شاء الله. نرجعوا لقطر. انا عاد جيت من قطر ودابا غنقطعوا التيكت ونرجعوا لقطر ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حتى هو حضر معنا هنا في هذا الفندق. وبطبيعة الحال محمد فرحانين بهذا، يعني داك الشيء القمه، وخاصه امرابط تبارك الله عليك، راني تمتعت فيك اليوم بزاف، وداك الروح القتاليه اللي بينتي، يعني الله يبارك فيك والله يحفظك. وانا كان فرحان بهذا الانتصار هذا، كنهديه للجمهور المغربي كامل خارج الوطن وخارج داخل الوطن، ولسيدنا الله ينصرو. وفرحان بزاف على النتائج اللي وصلنا ليها، وهذا راجع على العمل الجبار اللي قام به. ففعلا كانوا على الموعد زي ما بيقولوا، فعلا قدموا مباراه رائعه وساهموا ان منتخب المغرب يوصل للدرجه دي. خلينا بس نشيد بالقائمين على الكره في زي ما حضرتك اتفضلت وقلت نابغ ان قائمين على الكره في الكره